ما بعرفش اخد قرارات. طيب ما تيجي نشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد اصعب القرارات في اصعب اللحظات. كلنا بنمر بلحظات حيرة في حياتنا، ابدا المشروع ده ولا اكمل في اللي انا فيه، اسيب الوظيفة اللي انا فيها ولا استنى اعرض فكرتي للناس ولا استنى اكون جاهز اكتر. اغلب اللحظات بيبقى مطلوب منك انك انت تاخد قرارات صعبة، لان اقل خطوة فيها ممكن تغير حياتك او تكلفك خسارة كبيرة. بس النبي صلى الله عليه وسلم مر بلحظات أصعب، ولما تيجي تشوف إزاي كان بياخد قرار هتفهم إن الموضوع مش مجرد استخارة أو استشارة، الموضوع كان نظام تفكير كامل وربى نية ورؤية واضحة. تعال أحكي لك موقف صغير بس مليان حكمة. في غزوة بدر اللي هي بتعتبر أول مواجهة عسكرية في تاريخ المسلمين، الموقف كان مرعب والإمكانيات ضعيفة، والقرار ساعتها حرفيا كان حياة أو موت. النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع كل الصحابة وسمع كل الآراء بتاعتهم، وبعدين رجع لنفسه وبدأ يطبق 3 حاجات. 1، ربط القرار بالنية والمبدأ. سأل نفسه هل القرار ده بيخدم الرسالة اللي هو واقف عليها؟ هل ده بيدعم الحق ولا هو مجرد استجابة لخوف داخلي أو ضغط خارجي؟ القرار اللي مش مبني على نية نقية هيتعبك حتى لو ناجح. 2، استشارة زائد مشورة بينتج عنهم توازن ما بين القلب والعقل. مش كل حاجة بتمشي بالمنطق بس، ومش كل حاجة بتمشي بالإحساس بس. النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين الاستخارة والشورى علشان يسمع من غيره وبعد كده يستخير ربه. 3، الحسم بعد التوكل. لما قرر ما ترددش، فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني القرار مش بيرعبك لو انت واثق في اللي بعده. على فكرة علم النفس الحديث بيثبت ده كمان. دراسة من كولومبيا يونيفرسيتي بتقول الأفراد اللي بيطبقوا الميكس اللي ما بين التأمل الداخلي والمشورة الخارجية وخطوات التنفيذ بياخدوا قرارات أفضل ب 78% من اللي بيعتمدوا على العشوائية والعواطف. طيب تعمل إيه لما تحس إنك مش قادر تقرر؟ 1، اسأل القرار ده هل هو جاي من خوف ولا من رؤية عندك؟ 2، استخير واطلب التوجيه من ربنا سبحانه وتعالى بصدق. 3، استشير الناس اللي بتحب لك الخير فعلا بس ما يكونوش حياديين زيادة عن اللزوم. 4، شوف وحدد ايه أسوأ سيناريو ممكن تتعرض له، في أغلب الأوقات هتكتشف ان هو مش كارثة زي ما انت متخيل. 5، لما تتأكد امشي في القرار زي النبي صلى الله عليه وسلم بثبات وثقة وبنية واضحة. لو ينفع تقولي في الكومنتات ايه اكتر قرار انت محتار فيه دلوقتي نفكر فيه انا وانت مع بعض. السلام عليكم.